السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وشرح جديد من شروحات تطبيق كاب كات. حابب بس أشكركم في البداية على إنكم شفتوا الحلقات اللي فاتت، سواء كانت حلقة تغيير خلفية الفيديو أو أسرار في كاب كات، أو حتى كمان أدوات الذكاء الاصطناعي في تطبيق كاب كات، أو لو أنت كمان متابعني من البداية لما ابتدينا نشرح كاب كات كل الأدوات بالتفصيل، وكمان شرحنا أمثلة على كل أداة وخدنا وقتنا في الشرح. فشكرا انك انت اتفرجت، ولو انت ما اتفرجتش هتلاقي في وصف الفيديو رابط في السلسلة دي بالكامل تقدر انك انت تتفرج عليها من البداية، عشان اللي جاي ان شاء الله احترافي اكتر. حلقة النهاردة معانا حركة احترافية في تطبيق كاب كات، وهي لو افترضنا ان شخص طلع بالغلط في الفيديو وانت حابب انك انت تغطي على الوش بتاعه بحيث ان هو ما يظهرش او وشه ما يظهرش في الفيديو، احتراما بقى للشخص ده او هو مش عاوز يظهر في الفيديو ده. بس يا ريت قبل ما نبدا موضوعنا النهارده تعمل لايك للفيديو ده. اي حد مهتم بتطبيق كاب كات ابعت له الفيديو ده، ويلا بينا نبدا موضوعنا النهارده. واحنا يا شباب في البدايه بنفتح تطبيق كاب كات، وهجيب الفيديو اللي انا عاوز اطبق عليه التاثير وهدوس على كلمه اضافه. سواء بقى الفيديو كله انت عاوز تطبق عليه التأثير او مثلا جزء منه، فهنحدد هنا وهنبتدي نقص كده، فبقى عندي الجزء اللي انا عاوز اطبق عليه وجزء تاني لا، فانا هنا عايز اطبق على الفيديو كله. فكل اللي انا هعمله في البداية خالص ان انا هاجي هنا عند اداة بدون اي تحديد، عند اداة ستيكر او ملصقات من غير ما احدد على الفيديو او اي شيء. طبعا الأداة دي شرحناها قبل كده وفيها أشكال كتيرة جدا نقدر إن احنا نستخدمها. تقدر تختار أي شكل تضيفه على وجه الشخص اللي انت عاوز يعني تخبي وشه أو كده. ولكن لو افترضنا إن أنا عاوز أغطيه بشكل الناس تعرف إن الشخص ده أصلا يعني مش عاوزين يظهر وشه، فبنيجي عند العلامة دي وهي علامة اللي هي النغبشة أو طمس الوش أو كده. ففيها 3 علامات ممتازين جدا، فممكن ان انا اختار مثلا الشكل اللي هو الابيض واسود ده، وهبتدي ان انا تقدر انك انت بصباعك الاتنين تصغر الحجم بتاعه وتتأكد ان هو من فوق على 0 يعني موزون. ممكن تصغره بالعلامة اللي في الجنب دي وتبتدي تجيبه على وجه الشخص اللي انت شايفه ده، وهبتدي ان انا ادوس على علامة الصح. وفي البداية هبتدي أشد الشريط اللي انت شايفه ده بتاع الستيكر لحد آخر المقطع اللي أنا هطبق عليه التأثير بتاعي. وبعد كده هبتدي وأنا هاجي في البداية خالص وهبتدي أدور على أداة اسمها التتبع أو تراكنج. هبتدي إن أنا أدوس عليها وهبتدي أظبط الجزء بتاعها دي، الدايرة اللي هتظهر لي على وش الشخص اللي أنا أو الستيكر اللي أنا ظبطته أو حطيته على الشخص، وهبتدي أدوس على بدء التتبع أو تراكنج على حسب اللغة عندك، وهنبتدي نستناه يحمل. مش بياخد وقت كبير على حسب مدة الفيديو. أنا هنا مدة الفيديو بتاعي 30 ثانية، فمش هياخد وقت كبير. بس كده. لو جيت بقى إن أنا بعد ما يخلص تحميله وخد معايا أقل من نص دقيقة، هيبتدي إنك أنت تشغل الفيديو. هنلاحظ إن هو ابتدأ مهما الوش اتحرك في الفيديو معايا، عشان كده عملت له التتبع أو التراكنج دي، بيتحرك معاه الستيكر اللي أنا عملته. وبس، وبكده نكون شرحنا فكرة بسيطة ولكن هنستخدمها كتير. والحلقات الجاية هتبقى بنفس الفكرة دي، ازاي ندمج بين اكتر من اداة، وبنشرح مواضيع فعلا بتستخدمها في المونتاج وحلول كتيرة لمشاكل هتواجهك وانت بتعمل المونتاج. اتمنى انك انت تكون استفدت. في وصف الفيديو في حلقات شرح تطبيق كاب كات من البداية، اتمنى انك انت تتفرج عليها وان شاء الله هتستفاد. انا اخوك يحيى، متنساش تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.